حبايب قلبي، ايه رأيكم في الستارة دي؟ يلا بينا نشوف عملتها ازاي. وهنا انا جبت لكم نوعين الشرايط اللي قلت لكم عليها. النوع الاولاني اللي هو المتر فيه 8 حلقات من دي، 8 حلقات. لكن النوع التاني اللي هو 6 حلقات في المتر. تجيبهم اللي هي 8 حلقات في المتر، عشان بصوا هنا هحط لكم الحلقه دي كده عليه دي. بصوا اهي، شو ده، انا جبته ورجعته. بصوا الحلقه التانية فين، شو الحلقه هنا المسافات بين الحلقتين بعيده، لكن هنا قريبه. وكمان نجيب اللي هي الحلقه دي ونجربها عليها ونشوف هتدخل كويس ولا لا. عشان انا جبت الحلقات اللي هي الكبيره دي، كان الحلقات اللي هي البلاستيك اللي هي دي كانت كبيره ما دخلتش. لازم نجربها كده عشان ما تاخدوش المشوار تاني وتروحوا ترجعوه زي ما انا عملت. يا رب تكون وصلت. شوفوا هنا الشريط بينسل كده، فانا عشان التنسيل ده امنعه هقوم جايبه كبريت او شمعه واعمل كده. بصوا اهو، احرقها كده بسرعه كده. بصوا كده، يبقى كده مهما اعمل كده مش هتنسل خالص اهي كده. واقوم اخداه انبته بقى على طول. هنيجي هنا نثبت الشريط كده، ننزل كده حاجة بسيطة كده من هنا كده، ونقوم تانيين الجزء ده كده اهي كده، وهنثبته نخيط بقى كده. بصوا ازاي اهو. في هنا تركة بقى عايزاكم تاخدوا بالكم منها، ان انا هنبت من هنا، من اول هنا كده وامشي كده. لما اجي انبت الناحية التانية دي لازم اجي بنفس الاتجاه، ما يبقاش بالعكس، علشان ما توربش تبقى وحشة. نبتها وارجع لكم تاني. هنا خلاص انا خلصت الجزء ده اهو، خلاص دي الاخيرة. هقص هنا كده، هقص كده وتنيت اللي هي الطرف خلاص. هاجي اعمل الخط ده، مش اعمله من هنا، ما اعملوش من هنا، لا هجيبه من الاول خالص واعمله، علشان ايه ما يوربش، يورب منك ويتعبك جدا. لازم في نفس الاتجاه، يبقى زي ما انت بدأتي لازم تبدأي برضو التاني اهي. هنبدأ هنا برضو ونطبق. هو القماش ده ناحية فاتحة وناحية غامقة، طبعا ده الوش ده الظهر. هنتني برضو كده، نتني برضو الناحية دي خيط لازق اهو كده. وده متيت يعني مش هينسل، انا هنبتها داير على طول دلوقتي. بس اهم حاجة ان انا اعمل الشريط اهو، واقوم حطاها واقوم ايه انبته الناحية التانية. شوفوا هنا ماشية ازاي زي الفل. عشان ايه انا ماشية من نفس البداية اللي انا بدأت بيها المرة اللي فاتت. هكمل اهي، شوفوا ازاي زي الفل، مفيش من ورا ولا اي حاجة اهي. شوفوا ازاي زي الفل. هكمل وارجع لكم تاني عشان ما اطولكمش الفيديو. انا هنا نبت الناحيه دي خلاص والناحيه التانية، وجينا هنا بقى اصعب حاجه اللي هي الفتحات دي. الفتحات دي نعملها ازاي؟ طبعا القماش ده بينسل. هنعمل ايه؟ هنجيب المقص كده ونفتح داير ما يدور كده. هفتحها دلوقتي وارجع تاني. نمسك كده المقص ونقوم نقص كده اهي. طبعا هي بتاخد وقت شويه، بس ايه بتبقى سهلة يعني مش صعب اهي. نعمل كده. عندك حلين بقى، هنعمل ايه كده اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، الدوران كده. معلش انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس لازم تشوفوا الحته دي
عشان تعرفوا ان احنا نعملها ازاي. هي في 3 حلول، 3 حلول. اللي عايز يعمله اختاروا الحل السهل واعملوه. هنجيب الحلقة التانية اللي هي دي وهندخلها من هنا. طبعا شايفين كده في تنسيق، لو انا هعمل كده هتدخل كده والتنسيق مش هي يعني هيقف، مش هيستمر انه يعني ينسل. دي حل اهي، نتك عليها كده اهي. ايدي ضعيفة هعملها تاني، مش عارفة هي ليه كده. هندخل دي كده الاول عشان القماش تخين كده اهي، ونعمل التانية اهي. ياه جامدة، هتدخل ان شاء الله هي بس عشان القماش تخين اهي. لا دي عايزة تتقص شوية اهي اهي كده. بصوا كده، يا اما نجيب شمعة يبقى دي حل، هنفكها تاني. هنجيب شمعة ونحرق الحتة دي، هوريها لكم ازاي. يا اما المكوة بتاعت اللحام. يعني هما 3 حلول، اللي تعجبكم تعملوها. هوريكم الطريقة التانية. جبت الشمعة هنا وولعتها كده اهي، وهقوم جاية هنا بس خفيف كده وهاخد بالي عشان الحاجة ما تتحرقش. بصوا اهي، شو ازاي النار بتاكل القماش كده. شوفوا بالراحة كده خالص عملت طفت. اشغلها تاني، اولعها تاني. انا عاملاها بسرعة كده عشان ايه ما تولعش الدنيا. اهي شوفوا كده اهي، شو ازاي يبقى كده. انا سرفلتها مش هتنسل اهي. اهي كده اتعملت اهي خلاص. شو عامل ازاي؟ واقوم جايبه بقى الحلقه دي واقوم حطاها كده. هي في هنا ناحيتين اللي هي الدخان اللي فيهم، نحط دي كده اهي كده، والتانية عكسها اهي. مش عارفة ليه جامدة اهي. هي عايزة تدخل الأول الناحية التانية الأول كده اهي اهي كده اهي. في حل تاني بقى غير الشمعة. اللي عنده مكوة اللحام دي، مكوة اللحام دي يعملها. هنسخنها برضو وهوريها لكم ازاي. انا سخنت المكوة كده، سخنتها كويس، وبعدين هاجي بقى عليه الطرف ده كده. بصوا اهي احرق اللي هي الطرف زي الشمعة بالظبط. بصوا بس دي الميزة بقى فيها ايه، انها مش هتعمل حريقة زي الشمعة اهي. هتاخد وقت شوية اهي.
شايفين؟ كده مش هتنسل. وممكن افك الحلقة وادخل واركبها تاني، ما يحصلش تنسيل للقماش. بصوا اهي انا بحرق الطرف، بس المكوى ايه على الهادي كده، مش زي الشمعة. الشمعة صعبة شوية، يعني ممكن تعمل حريقة. اهي اللي الطريقة اللي تعجبك، اللي هي متاحة ليكي استعمليها. نسيت اقول لكم، لما تجيبوا القماش من الاول خالص تشوفوا له وبرة، في وبرة ولا لا، وتشوفوا الوبرة تبقى نازلة يعني ناعمة، ما تبقاش ضد ايدكم، علشان اما تيجوا تركبوا الستارة ما تبقاش قايمة وواقفة، يبقى فيها اللون بتاعها مش مظبوط، يبقى ايه فاتح في غامق كده. يعني خلوا بالكم من النقطة دي. بصوا اهي كده، انا لو انا عملت اي حاجة القماشة مش هتنسل، مش هتطلع خيط خالص. اهي هي بتاخد وقت شوية علشان المكوة اللي عندي ضعيفة، مش قوية. اهي شو بقى الطريقة اللي تعجبكم استعملوها. كده خلصت، وامسك الحلقة بقى افتحها اقفل. طبعا هنا اهي كده، وبقت لو سامعين بقت عاملة زي الحديد كده. عملت الحلقة اهي خلاص. هنركب بقى، هنجيب اللي هي الحتة اللي هي التخينة دي، اللي هي البارزة شوية دي، ودي هنحطها اول حاجة. نحطها كده، بصوا اهي حطيناها كده اهي، ونضغط على التانية نلاقيها دخلت على طول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده يبقى بمنتهى السهولة، وفي نفس الوقت يبقى مش هيتنسل خالص. هعمل لك واحدة تانية. هنيجي كده، المفروض ان احنا نعمل هنا، لا هنعملها من الناحية التانية كده علشان تبان اللي هي، عشان كل دي تروح، يعني دي كلها تبقى كده اهي. بنعملها كده اهو، زي ما يكون بنرسمها كده. شوفوا اهي عامل ازاي، قدها بالظبط. هنا زيادة شوية نعملها كده يا رب تكون واضحة اهي. احنا بنعمل كده بحيث ان هي ما تبقاش فيها اي زيادات، عشان ما نحط الحلقة تبقى ايه داخلة على طول اهي. بنقطع، احنا بنعملها كده خالص. وهنا هنركب بقى الحلقة دي. الحلقة دي فيها ايه، فيها هنا في جزء بارز هنا وجزء بارز هنا. هنقوم عاملينها ازاي؟ طبعا انا عملت دي خلاص، هقوم جايه احط دي الاول اهي، هقلبها كده اهي، احطها الاول كده، واقوم ضغطه بسم الله الرحمن الرحيم، واضغط كده اهي. كده ركبت اهي بمنتهى السهوله. بس اهم حاجه وانتي بتشتري تجربي الحلقه على الحلقه دي، يعني الاتنين يشبكوا على بعض، لان انا جبت قبل كده وطلعت مش هي ايه اللي شغاله، يعني مش هي نفس المقاس، فرحت غيرتها. بقول لك كده عشان ما تعملش معاكي زي ما انا عملت معايا.
هنا بقى دي الطريقة التالتة، يعني شوف الطريقة اللي تعجبك استعمليها. دي المكوة دي انا سخنتها كويس جدا، واقوم ايه معلمة بيها كده، لا قصيت بقى ولا حاجة. بصوا اهي. طبعا ايه هو الاسود ده ليه؟ علشان الخيط القماشة نفسها فيها اسود، ده بلاك اوت. طب تعمليها في الستارة الخفيفة هتبقى سهلة جدا، بس بنفس الطريقة. يعني بلاك اوت انتوا عارفين ان هو بيبقى تقيل. وهقول لكم شوية نصايح كده برضو لما تجي تشتري القماش تعمليه ازاي، هقول لكم بعد ما اخلص ان شاء الله. بس على كل ما عليك انك تتابعيني وتعملي اشتراك وشير عشان الكل يستفاد، وتعملي الستارة زي احسن من بتاعت بره. والله بتوع بره بيعملوها مش حلوة، بتبقى منسلة وعدمانة كده. بصوا هنا انا بخلص الجزء ده. هي بتاخد وقت شوية عشان المكوة نفسها ايه ضعيفة. انا مش راضية اجيب واحدة يعني جامدة عشان اقدر اتحمل، لان دي اقدر اتصرف معاها كده واشتغل بيها بالراحة، ما تبقاش ايه تحرق بسرعة اهي. يعني كل ما المكوة تبقى ضعيفة احسن، عشان ايدنا طبعا ضعيفة وانتي مش مالكة. بصوا اهي انا عملت جزء التاني اهو. تاني اخدت نص الدايرة ونص الدايرة التانية هعملها اهو برضو اهي. انا مش راضية اسرع لكم الفيديو علشان تشوفوا كل التفصيلة، هي واحدة بس اللي هعملها اهي. شفتوا بقى اهي، وبعدين اهي شوفوا عاملة ازاي، ومن ورا هنا الناحية دي اهي زي الفل. نجيب بقى الحلقة ونكبسها. جبت الحلقة اهي. الحلقة زي ما انتوا شايفين كده، في هنا حتة طالعة اهي غير دول، وهنا حتة برضو طالعة. هقوم مدخلها الحتة دي او الحتة دي في كده اهو، واضغط عليها. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهي. واحدة دخلت اهي، اهي واحدة دخلت اهي، والتانية هقوم ضغط عليها كده اهو. بسم الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شو بقى ازاي؟ طبعا في السوق بص تلاقيها منتشة وكلها بتنسل. نصيحة بقى، لما تيجي تشتري الشريط ده هتجيب الحلقة وجربيها الاول، لان انا جيت اشتريته وجبت الحلقة لقيتها ايه مش نفس المقاس، فانت جربيها الاول عشان ما ترجعيش للراجل تاني وتغيريها. دي حاجة، دي تركة. وهقول لكم على حاجات تانية كتير، بس تابعوا الفيديو للاخر. هنركب الستارة الخفيفة دي على البلاك اوت، الاتنين على ماسورة واحدة. هنعمل ازاي؟ هنجيب كده اهو، ونلاحظ ان هي في الاول هنا لازم تبقى حتة صغيرة كده علشان تبقى دي داخلة، لان دي هعملها اتنين، يعني الستارة هتبقى مفتوحة من الوسط، فاحنا عايزينها تبقى الاتنين ما تتركب ما تبانش انها مفتوحة من الوسط. فانا هقوم حاطة الاتنين كده على بعض، انا عاملاهم لونين مختلفين علشان تبقى باينة. هنقوم اخدين كده اهو نسمي الرحمن كده، ونقوم حاطينها في الماسوره. طبعا الماسوره احنا استعملناها ماسوره عاديه خالص، ماسوره عاديه خالص كده. هنقوم حاطينها، نحط بقى دي كده، هنحط الحلقتين كده على بعض وندخلهم في الماسوره. يبقى احنا كده عملنا الاتنين في واحده بس كده. ناخد طرف الماسوره كده اهي كده، وناخد التانية برضو، الاتنين برضو مع بعض كده. يبقى احنا كده ركبنا الماسورة ستارتين على بعض اهي كده اهو برضو. وهكمل بقى للاخر عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهو. شوفوا بقى هنا اهو كده اهو، انا عملت لونين مخصوص علشان تبان اهي.
الوسطى. أنا طبعا الستاره دي انا فاتحاها من الوسط، فانا قمت جايه هنا اهو، ده الوسط بتاعها من الوسط، فقمت اخليها دي كده الناحيه دي ودي الناحيه دي، عشان لما عملوا مع بعض كده ما تبانش. فاهميني؟ دي اهم نقطه. هنا انا جبت اللي هي بتاعه الستاره، اللي هي لها اتنين، بصوا، واحده اهي وواحده اهي، بتتركب بمسمار واحد بس فوق كده. دي طبعا انا عاملاها في بيت الستاره. لو انا عندكم مش بيت ستاره، يبقى لازم تجيبوا ايه اللي هي دي، اللي هي اسمها ايه، الماسوره دي اللي في الروجيه، علشان شكلها. لكن انا حطاها هنا في بيت الستاره مش باينه، وطبعا دي ارخص. فهنا انا عملتها هنا، جبتها اللي هي الاتنين كده، بتتشبك من فوق في الوسط، يبقى دي بتتحط هنا ودي بتتحط هنا. الاتنين ب50 جنيه، الاتنين ب50 جنيه مستوردة اهي. فدي حلوة جدا وهتوفر معاكي كويس قوي، وهتخليكي الستارة تتشال الاتنين مع بعض. وبعدين هنا انا هحط هنا في الماسوره الاولانيه دي اللي هي النوازل اللي هما الغامقه، والستاره اللي هي الماسوره التانية دي اللي هحطها فيها اللي هو البلاك اوت والستاره الخفيفه. يبقى انا كده هحط ستارتين على ماسوره واحده. هوريكم ازاي هحطها. تابعي الفيديو للاخر، وما تنسينيش شير ولايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد، وكمان عشان تساعديني. وهنا الستاره بعد ما خلصت، شوفوا بقى ازاي. اولا هنعيد الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو بيبين ازاي ان احنا نختار الستاره، القماشه نفسها، وازاي نفصلها، وازاي ان احنا نخلي اللي هي الفتحه بتاعه الستاره من الوسط ما تبقاش باينه. وكمان البلاك اوت، لو انتي عندك الموتيل اعملي بلاك اوت. ليه؟ علشان كأنه شيش هيضلم لك الدنيا، وكمان يحمي ستارتك من اشعة الشمس عشان ما تشتش بسرعة، وكمان هيعمل يعني هيخلي الدنيا يعني زي الشيش، وفي نفس الوقت يحمي الستارة، وفي نفس الوقت هيحمي التراب ما يدخل على الستارة، علشان يعني التراب يقوم اخدها ونازل على الارض، ما يدخلش على الستارة يوسخها، تتوسخ وكل شوية تغسلي في الستارة. دي فايدة البلاك اوت. احنا هنيجي هنا اهو، اقول لكم تاني. لما انا جيت هنا اهو على القماشة بتاع اللي هي دي، بنحط ايدنا كده وبتنزل، بتلاقيها ايه، ليس كده نازله معاكي، ما تبقاش ضد ايدك. لو انت عملت كده هتحسي بالوبره، تبقى ايه، واقفه، مش هتبقى ماشيه زي كده ناعمه معاكي. علشان لو انت عملتها بالمشقلب يعني بعكس الوبره، هتبص تلاقي الستاره بقت مموجه كده ومش حلوه. فاهماني؟ تبقى مش حلوه. لازم تعملي الوبره باتجاه الستاره من فوق لتحت. الستاره اهي دي احنا عملناها، وشوف الحته دي انا عملتها ازاي. زي ما انا قلت لكم، لازم الطرف ده يبقى متني كده لجوه، اهو لجوه كده، عشان لما تتقفل كده تبقى ايه، مش باينه. فاهميني يا رب؟ وبعدين بالنسبه للستاره من فوق، بصوا انا جايه من تحت خالص اهو، شوفوا انا عملتها بايه، بمواسير عاديه. ليه؟ لان هنا في بيت ستاره. بيت ستاره يعني ايه؟ يعني في جسم برج كده ومخبي المواسير نفسها. يعني انت كده هتختاري تعملي اي ستاره عن اي ماسوره انت عايزاها، مش هتبقى ماسوره يبقى شكلها حلو في الروجيه، علشان ايه، هي غاليه طبعا، يعني هي وصلت 45 جنيه، معرفش دلوقتي بقت بكام. فكل شويه الاسعار بتغلى. واي سؤال اي حاجه قولولي. طبعا مورياكم الشريط ازاي يتركب، وازاي تختاريه، وازاي تضمني ان هو كويس. المهم انا مبسوطه قوي ان انا وصلت للدرجه دي في الستاره، وانها شكلها عجبني الحمد لله.
فما تنسونيش تشتركوا لايك واشتراك في القناة، وكمان مستنية رأيكم وأسئلتكم. الستارة بعد ما ركبتها بصوا قد ايه جميلة، انا مبسوطة قوي قوي قوي. يا رب تعجبكم، وما تنسونيش شير ولايك واشتراك في القناة عشان يوصل لي كل ما هو جديد، وكمان عشان تشجعوني واقول لكم على كل اللي انا بعمله. بصوا بقى نراجع معاكم من الاول تاني. اول حاجة ان احنا نشوف القماش اتجاه الوبرة بتاعته فين، ونخليها من فوق لتحت، يعني ايدك تبقى نازلة من فوق لتحت بحيث ان هي تبقى ناعمة كده، ما تبقاش ايدك في حاجة بتصد فيها. يا رب تكون وصلت لكم المعلومة دي اهم حاجة عشان الستارة تبقى حلوة كده، وما تبقاش لونها مش حلو، تبقى قايمة وواقفة كده. تاني حاجة ان احنا بنركب، بنجيب بقى المواسير، وبنجيب لو انت عندك اللي هي البلاك بيت الستارة زي اللي عندي هنا كده، ركبي اي ماسورة عادي. الماسورة العادية ب25 جنيه المتر، الماسورة التانية ب45 جنيه، ومعرفش يمكن غلت دلوقتي الله اعلم. تاني حاجة ان احنا بنجيب البلاك اوت بنفس طول الستارة الخفيفة ونحطها، نجيب الشريط، لما نيجي نشتري الشريط لازم نشوف الشريط المتر منه بيكون 8 حلقات، لو كان اقل يبقى مش حلو، فاهميني؟ وبعدين الحلقات بنركبها ونجربها الاول على الشريط من عند الراجل، علشان انا جبت الحلقات وطلعت صغيرة مش نفس الحجم، فانا بقول لكم عشان ما ترجعوش تاني وتروحوا رجعوها وتاخدوا مشوار على الفاضي. منتظرة تعليقاتكم ورأيكم، وانا بفكر ان انا اخد من جنب من الستاير ده اقوم حطاه لفوق كده اعلقه، مش عارفة ايه رأيكم، اعملها برضو وهوريها لكم. بصوا بقى الحلقة التانية، الفكرة التانية برضو اللي هي هنا، شوفوا دي لما انا قلت لكم دي انا فاتحاها هنا من الوسط عشان الستارة 4 متر، يعني هو الباب ده 4 متر، فانا عملت الستارة 8 متر. شوفوا بقى هنا عملت دي اللي هي داخلة كده عشان دي مع دي، بصوا بتتحط كده، بصوا اهي، شوفوا ما حدش يحس ان هي في فرق بينهم، بس هي هنا ايه النور، يعني انا سايبه حاجه بسيطه كده بس، فاهميني؟ يعني دي عملت دي كده ما تحسيش ان في فرق بينهم. بصوا هي طبعا عشان ايه في نور هنا اللي هو الحته دي مفتوحه، بس شوفوا ازاي ان هي دي راكبه، مش الطرف يبقى طالع لبره، لا. السلام عليكم، مع فيديو تاني وان شاء الله يتعجبكم، ومنتظرة تعليقاتكم اللي بتساعدني. السلام عليكم.